انا مش عايزه اعمل دايت، انا عايزه حاجات اعملها بس تحافظ لي على النتيجه اللي انا وصلت لها، او عايز حاجات اعملها عشان تساعدني شويه ان انا انظم وجباتي لغايه لما اقدر اعمل دايت. هعمل حاجتين. اول حاجه هي وصفه سد الشهيه اللي انا نزلتها قبل كده، اللي هي 4 مكونات: الصمغ العربي المطحون، قشور السيليوم، وبذور الشيا، والجنين القمح. بجيب كميات متساويه من ال4 مكونات وبخلطهم مع بعض، وباخد منهم معلقه كبيره على نص كوبايه ميه، واشرب وراها كوبايتين ميه كبيره. باخدها امتى؟ باخدها قبل الوجبه بنص ساعه، او اخدها بين الوجبات عشان ما لخبطش ما بين الوجبات. لازم اشرب وراها كميه كبيره من الميه عشان تنفش وتعمل كانها عمليه تكميم لمعدتي. انا صغرت معدتي بشكل كبير، وبالتالي انا هتحكم في كميه الاكل اللي انا باكله. تاني حاجه هقلل المؤشر السكري بتاع الاكل، وبالتالي مش هجوع تاني. السكري مش هيعلى مره واحده، فمش هيوطى مره واحده، ومش هيطلع لي انسولين كتير. تاني حاجه هعملها هو المشروب الحارق. والمشروب الحارق ده مشروب بيتشرب بعد الاكل عشان ازود بيه قدرتي على حرق الاكل اللي انا اكلته، عن طريق افكت اسمه الثيرموجينيك افكت اوف فود، او الثيرموجينيسيس. ان انا ازاي استخلص من جسمي طاقه، ازاي اطلع من جسمي طاقه حراريه. ايه المشروب ده؟ هو برضو 4 مكونات: كركم، كمون، وقرفه، وجنزبيل. باخد من كل مكون من المكونات دي على طرف المعلقه. على طرف المعلقه بصب عليه ميه مغليه وبسيبه يهدأ وانا مغطياه، وبعد كده اعصر عليه ليمونه واشربه بعد الغداء، واشربه دافي. لازم يتشرب دافي، لازم يتشرب بعد الاكل. المشروب ده فكرته انه يحول الاكل، الطاقه اللي انا اكلتها اللي هي الكيميكال بوتنشال انرجي، لطاقه حراريه. اشربه احس ان انا سخنت. المشروب ده مش مناسب للناس اللي عندها ارتفاع في الضغط، مش مناسب للناس اللي بتاخد ادويه سيوله، مش مناسب لا للمرضعات ولا للحوامل. اعملوا الوصفتين دول مع بعض وقولوا لي هتوصلكم النتيجه ايه، وهشوفكم الفيديو الجاي. متنسوش صحتكم دايما بامان مع دكتوره عزه شعبان.